النهاردة هنعمل طريقة مختلفة لعمل الكوسة هتخلي طعم الكوسة حلو جدا. كل اللي ما بيحبش الكوسة هيحبها جدا بالطريقة دي. طعمها حلو قوي وسهلة وبسيطة والمكونات بتاعتها بسيطة جدا. من ربع كيلو بس لحمة مفرومة هنعمل الصينية الكبيرة دي. ان شاء الله الوصفة تعجبك، بس قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ وصفتنا ونشوف مقاديرنا مع بعض. اول حاجه هنعملها هنعصج اللحمه المفرومه. هحط معلقه كبيره من السمنه على شويه من الزيت، هسيبهم يسخنوا شويه وبعد كده هنزل بنص كيلو من اللحمه المفرومه. طبعا انا هستخدم ربع كيلو بس انا هعصج النص اللي عندي وهستخدم الربع، والربع التاني هيبقى متعصج عندي لاي وصفه تانية. اول ما بنزل باللحمه المفرومه بفككها كده بالمعلقه، واول ما اللون الاحمر كده يختفي معايا بتاع اللحمه خلاص كده انا تمام جدا. هبتدي بقى املحها، هحط لها معلقه صغيره مليانه من الملح ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. مش هحط اكتر من كده عشان انا مش عايزه بهارات زياده تغير طعم الكوسه خالص. فانا اللحمه المفرومه في الوصفه دي بحط لها ملح وفلفل اسود بس. عايزه تحطي بهارات لحمه مفيش مشكله. بعد كده هنزل ببصلايه كبيره متقطعه مكعبات صغيره وابتدي اشوحها، واول ما احس ان هي دبلت معايا بسيط هبتدي انزل بجزرايه كبيره برضو مبشوره. الجزر بيدي طعم حلو قوي للحمه المفرومه وبيخليها مسكره كده شويه، وفي نفس الوقت بيديها لون حلو قوي، غير بقى القيمه الغذائيه اللي احنا حاطينها في اللحمه المفرومه. كمان هحط فلفل رومي برضو متقطع مكعبات، وكمان هنزل بطماطمايه متقطعه مكعبات. كل الحاجات دي زودت معايا اللحمه المفرومه. طبعا في ناس بتعصج اللحمه المفرومه بطريقه مختلفه، يعني بتنزل بالبصل وكل الخضار اللي موجود عندها وبعد كده بتنزل باللحمه المفرومه. انا بحب الاول ادي صدمه للحمه المفرومه وبعد كده انزل بالخضار. حطيت معلقتين كبار من الصلصه، هتدي برضو لون حلو قوي للحمه المفرومه. كده اللحمه خلصت معايا، هبتدي بقى امسك الكوسه واوريكم هنعملها ازاي. انا عندي هنا كيلو وربع من الكوسه. طبعا انا مش بجيب حجمها صغير، انا بجيب حجمها وسط، ما تكونش برضو كبيره قوي. هبتدي اعمل لها شكل كده من بره، لو عايزه تسيبيها سليمه زي ما هي مفيش مشكله. بعد كده هغسلها كويس جدا وبعد كده هوريكم هنقطعها ازاي. هبتدي امسك الكوسه بالشكل ده وابتدي اقطعها كده مكعبات بالمنظر ده ونخليها كلها قد بعض. يبقى الكوسة لازم تكون حجمها وسط، ما تكونش صغيرة ولا تكون كبيرة بالمنظر ده. وبعد كده هبتدي اقورها بقى كده، بس مش هقورها قوي، يعني انا عايزة فيها لحم برضو من جوه. هو شكل مختلف كده بيدي شكل في الصينية حلو قوي. رصيتها بقى في الصينية بالشكل ده. طبعا الحتة اللي مش موجودة عندي في الصينية دي هي الكوسة ما كفتش معايا. انت لو عايزة تملي الصينية كلها بتمليها وبترصي الصينية بالشكل ده. بصوا بقى، هي المقاس بقى لازم يكون قد بعض عشان تبقى في نفس السوا. بعد كده بجيب اللحمة المفرومة وببتدي احطها جوه الكوسة. بصوا وصفة بسيطة جدا وبتاخد كمية لحمة مفرومة قليلة، وفي نفس الوقت عملنا صينية كوسة كبيرة. اللحمة المفرومة اصلا في الكوسة بتديها طعم حلو قوي. طبعا في ايدك ان انت تزودي الخضار اكتر في اللحمة المفرومة لو عايزة تزوديها. الحتة بقى اللي فضلت عندي دي هبتدي احط فيها شوية لحمة مفرومة كده صغيرين عشان يبقى شكل الصينية حلو. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا شكلها تحفة جدا. طبعا مش هنسيب الصينية بالشكل ده، لازم نحط فيها صلصة. الصلصة بقى مش هطول عليكم، هقول لكم تعملوها ازاي. بتجيبي بصلاية وبتشوحيها على النار معاها فصين توم مفرومين، بنشوحهم شوية، معلقتين من الصلصة كبار، وبعد كده بحط عصير طماطم بسيبه يتسبك معايا كويس جدا لحد ما يوصل للمرحلة دي. كمان بحط على الصلصة ملح وفلفل اسود وكمون.
بعد كده بحطها على الصينيه من فوق وابتدي ادخلها الفرن. بتدخل على درجه حراره 200. بنفضل سايبينها في الفرن لحد ما نلاقي الصلصه وصلت للمنظر ده، اتشربت كلها والكوسه كمان ما بتاخدش سوا خالص. فالوصفه نفسها هتخلص معاكي على طول. بصوا شكلها تحفه جدا. تاكليها بقى مع عيش، مع رز ابيض، رز بالشعريه. هي الوصفه حلوه قوي وطعمها كمان تحفه جدا. ان شاء الله الوصفه تعجبكم وبسيطه جدا، مش مكلفه وهتخلص معاكي على طول. انا كده خلصت الفيديو خلاص. يا رب الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي الطريقه دي رايكم فيها ايه. ما تنسونيش بقى بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.